بسم الله الرحمن الرحيم. متى بدأت الحرب على الإسلام داخل مصر؟ آه يعني مش هتطرق لما قبل محمد علي، بس هقول لكم من أول ما محمد علي باشا جه مصر. الراجل ده كان علماني أو كافر، خبيث صهيوني. دليل على كده اللي كان السبب في إن محمد علي يبقى والي على مصر. هو كان مين؟ كان العالم والرجل الثوري المسلم عمر مكرم. هو اللي كان بيتفاوض باسم الشعب المصري عند الباب العالي اللي هو السلطان عبد الحميد. أرسل له رسالة، قال له عندنا الوالي اللي انت موليه علينا فاسد، اللي هو كان تقريبا طومان باي باشا أو حاجة زي كده، أو تقريبا، معلش لو غلطت يعني في الاسم. فبدأ الراجل محمد، فجابوا محمد علي ده. محمد علي ده لو بيقولوا إنه مش معروف أبوه وأمه مين. ناس بتقول جه من دار أيتام، ناس بتقول إن عمه رباه بعدين راح دار أيتام، حاجة زي كده، وهو كان يتيم وعمه رباه. بعدين جه من ألبانيا، والله أعلم. المهم هو أول ما جه عمل خد قرار، قام واخد عمر مكرم ونفاه فين؟ في الصعيد. الصعيد دي كانت زمان منفى، يعني لأن كانش فيه قطارات في مصر لسه ولا، فكان اللي بيودوه الصعيد ده كأنه يعني هاجر أمريكا يعني. إن كانت مصر كبيرة برضه. مصر كان حدود مصر كانت لحد أثيوبيا، يعني واخدة السودان بأثيوبيا وفلسطين كمان. و فكان ده أول غدر بالإسلام. تاني غدرة عملها محمد علي، وراح عمل مجزرة المماليك. مش عاجبه المماليك كمان، مع انتوا عارفين القصة يعني. وحاول يقتلهم، قتل منهم عدد كبير في القلعة. فالحكاية يعني قديمة. واللي رسخ للنظام العسكري في مصر اللي هو الانقلابي هو محمد علي باشا. وبرضه جاب واحد فرنساوي هو اللي أسس الجيش المصري. طبعا الجيش المصري ليه تاريخ أكبر من محمد علي، يعني هو من أيام القدماء المصريين أو الفراعنة زي ما بتقولوا. كان موجود الجيش المصري، أول جيش نظامي في العالم، ولا نعلم كثير عنه. في طبعا تاريخ مفبرك وناقص وكده عن الفراعنة وكده، ما نعرفش حقيقة، بس أنا في اعتقادنا كانوا ناس فيهم مسلمين وكده، والله أعلم، وانحرفوا. المهم هو ده كان في اعتقادي أول انقلاب عسكري يعني. بعدين رسخ للدولة العسكرية وكان بياخد الناس، الشباب المصري، من الريف إجباري. يعني في مسلسلات أفلام اتعملت عن الموضوع ده، مثلا زي مسلسل الحلواني، بوابة الحلواني. ده بيحكي كده لحظة كانوا بياخدوا الناس في التجنيد الإجباري. برضك في لقطة كده صغيرة لخالد النبوي في مسلسل حديث الصباح والمساء لما كان خدوه يتجند إجباري برضك، ورجع لأمه وأبوه. بعدين في فيلم آخر بتاع اسمه شفيق ومش عارف، بتاع سعاد حسني وأحمد زكي، برضه كان بيحكي القصة، اللقطة دي اللي هي كانوا بياخدوا الناس من بيوتهم إجباري. يعني الشباب قاعد على الترعة كده بيزرع، كانوا شغالين في الزرع المصريين، قاموا واخدهم إجباري وداهم على الجيش، أغراهم بالأكل. لأن كانوا المصريين في المناطق دي فقراء، كانوا حسب ما بيقال إن كانوش بيشوفوا اللحمة دي إلا فين وفين. فتم ترسيخ الحكم العسكري الكافر اللي هو بيحارب الدين يعني، زي دلوقتي برضه لحد دلوقتي. والشرطة كذلك.